علمني يا سيد يا ابو الفوارس والكرامات جايين نعيد وينوبنا بركه من البركات شله يا سيد يا ابو الفوارس والكرامات جايين نعيد وينوبنا بركه من البركات وحشتنا طنطا عروسة البلد مفيش مثالها لأي واحد وهواها منعش في عز طوبة وبرمها شله يا سيد يا ابو الفوارس والكرامات جايين نعيد وينوبنا بركه من البركات شله يا سيد بياعين في ميدان الساعة ما تقولش جملة مغنى ودية بينادوا على أحلاها الطاحة بالعزيز حمص وفولية البياعين في ميدان الساعة ما تقولش جملة مغنى ودية بينادوا على أحلاها الطاحة بالعزيز حمص وفولية والخلقية ما في الساحة ما بين أفندي وفلاح والخلقية ما في الساحة ما بين أفندي وفلاح جايين يوفوا نذر المقام ب7 شمعات شله يا سيد يا ابو الفوارس والكرامات جايين نعيد وينوبنا بركه من البركات شله يا سيد يا ابو الفوارس والكرامات جايين نعيد وينوبنا بركه من البركات وحشتنا طنطا عروسة البلد مفيش مثالها بأي واحد وهواها منعش عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين لاستوديو الليلة حدوتة مصرية، وزي ما قلت إن حديثنا النهاردة عن الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي. هنحاول إن احنا نتبحر الشخصية من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله مهدي الباحث في الأدب الشعبي وسكرتير عام اتحاد كتاب الشرقية ومدن القناة وسيناء. أهلا بك يا أستاذ عبد الله وتشرفت بلقائك. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. أستاذ عبد الله، الأول يعني نعرف ونعرف السادة المشاهدين بشخصيتنا النهاردة اللي هو صاحب المولد وكمان الليلة الختامية النهاردة سيدي أحمد البدوي. الأول نتحدث عن نشأته ونسبه وكمان المؤلفات الخاصة به. متصوفة جعل من طنطا مقرا لإقامته وكانت مقرا لدفنه وضريحه. السيد أحمد البدوي من جذور عربية أصيلة. انتقلت أسرته إلى مدينة فاس في أقصى المغرب العربي، وولد عام 596 هجرية في مدينة فاس في مكان أو في حي اسمه الحجر البلاط، وظل بها 7 سنوات. تعلم فيها القرآن الكريم وتعلم أجزاء من الفقه المالكي، لأن في هذه الفترة المغرب العربي كان تحت وطأة الحكم حكم المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسين. وكان هؤلاء المرابطين يحترمون أجل احترام ويقدرون أجل تقدير الأشراف، لأن لو جينا بصينا لنسب العارف بالله السيد أحمد البدوي نرى بأنه اسمه أحمد ابن علي ابن إبراهيم ابن محمد ابن أبي بكر ابن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى عدنان إلى إسماعيل، فهو من الأشراف.
وكان المرابطين يجلون الأشراف أيما تقدير ويقدمون لهم الأموال احتراما لهم وتقديرا لهم لصلتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وزاد من إجلال المرابطين لهم أن جده تزوج ابنة أخ السلطان، سلطان فاس في تلك الآونة التي أنجبت علي أبو السيد البدوي. طبعا السيد البدوي له 5 أخوات، منهم اثنان من الذكور، الحسن ومحمد، يعني 3 ذكور و3 بنات. ال3 ذكور بترتيب السن حسن ومحمد وأحمد، ولو ان احمد كان الاخير في الذكور والبنات، و3 بنات كانوا فاطمة ورقية وزينب، وكان احمد الاخير في المولد. حينما بلغ احمد سن 7 من عمره فكر يفعله مع هذا التغيير في النظام الحاكم في بلاد المغرب، فقد تولى حكم المغرب الموحدون، وقد نكسوا بالفقهاء ونكسوا بأصحاب المذهب المالكي لأنهم يؤمنون بفكر المعتزلة. فاحتال علي أبو السيد البدوي وطلب من أمير فاس أن يتركه ليذهب لكي يحج هو وأسرته، فسمح له بذلك. وقال حسن في ذلك، الشريف حسن الأخ الأكبر للسيد البدوي، قال بأن العباد والبلاد قد حزنوا لفراقنا، يعني خرجت فاس عن بكرة أبيها تودع أسرة السيد البدوي. بعد ذلك انتقل علي، هو طبعا ذاهب لكي يحج هو وأسرته، وهو في طريقه إلى الحج هو انتقل طبعا بعد 7 سنين، يبقى 603 انتقل من فاس سنة 603 هجرية، ووصل إلى أرض الحجاز إلى مكة، واستقبله أهلها استقبالا حافلا هو وأسرته، ووصل هناك سنة 609، يعني خد 6 سنوات في الطريق. يعني الرحلة من المغرب لأرض الحجاز، لا، هو مكث في مصر 5 سنوات. مكث في مصر 5 سنوات، ولذا يقول بعض المؤرخين والباحثين في تاريخ السيد البدوي، ويتعاملون مع المادة التاريخية تعاملا مبنيا على شواهد وعلى آثار وعلى وثائق، قالوا بأن ال5 سنوات استقرت أسرة السيد البدوي فيهم في مصر، وقيل في مكان أو في قرية كانت تسمى القرافة، وقيل عنها أنها كان لها سوقا وكان بها أبنية، وكانت الحياة فيها رغدة إلى أبعد حد. انت عارف الحياة يسيرة في مصر بوجود النيل ووجود الأرض الزراعية وما إلى ذلك. بعد ال5 سنوات دي تحرك، يعني هو 5 سنوات مكثهم في مصر، وبعد ذلك طبعا وصل إلى أرض مكة، إلى أرض الحجاز في مكة. طبعا ظل في أرض الحجاز في مكة، وتعلم القراءات ال7 للقرآن الكريم، وتعلم مبادئ أو المذهب الشافعي، تعلم المذهب الشافعي، ووصل إلى حالة من الفتوة كبيرة جدا. كان فارسا مغوارا يشار إليه بالبنان، ولذا أطلق عليه أخيه حسن العطاب من ضمن ألقابه، لأنه كان مهلكا لأعدائه، حتى وصل إلى سن 30 وتزوج أخيه حسن وتزوج أخيه محمد، وهو يعني كان يعني دخل عليه الزهد ودخل عليه الورع ودخل عليه العزلة والعبادة، فقد كان يذهب إلى يعني جبل أبي قبيس بمكة في إحدى المغارات لكي يتعبد ويعتزل الناس وما إلى ذلك. طبعا بعد فترة مات والده، وطلب من أخيه أن يذهب إلى أرض العراق أملا في أن يجد
أناسا يؤمنون بدعوته، لأنه أحس أنه وصل إلى حال وإلى مقام كبير عند الله. تحرك إلى أرض العراق وصال وجال فيها، ذهب إلى الشمال حيث الموصل وحيث أم طب عبيدة. هو ذهب منفرد بقى يعني؟ لا، هو واخوه حسن، هو واخوه الكبير حسن، لأن أخوه محمد قد توفى بعد 4 سنوات من زواجه، فطبعا ذهب هو واخوه حسن. أخوه حسن لم يتركه يعني، فذهب حيث شاهد. طبعا ذهب إلى مقامات وأضرحة وعبد الجواد الأسدي وكل أئمة الشيعة ذهب إلى أضرحتهم. بعد ذلك طبعا لم تلقى دعوته، أراد أن يخلق له مريدين وما إلى ذلك، لم تلقى دعوته استجابة لكثرة الأئمة في هذه البلاد. عبد القادر الجيلاني موجود وله مريديه، أحمد الرفاعي موجود وله مريديه، العسكري موجود وله مريديه، محمد عبد الجواد موجود وله مريديه، كثرة الأئمة إلا أن الفنان الشعبي، دي مش التاريخ بقى، تعامل الفنان الشعبي مع لا، ما احنا هنيجي نيجي لدي. المهم لسه في هذه الفترة طبعا رجع، تركه أخوه حسن، وبعد فترة هو رجع إلى مكة، وبعد أن مكث في مكة رجع إلى مكة سنة 635، وبعد ذلك تحرك من مكة إلى أرض طنطا في مصر، حيث قال لأخيه. يعني هو يعني جه طنطا بشكل مباشر أستاذ عبد الله، ولا بعد ما رجع مكة مكث فيها فترة بسيطة 635، وتحرك في نفس أرض طنطا. ويقولون يعني دايما يقولوا ديت تتردد بين العامة وفي القصص الشعبية، جاءه هاتف في المنام فقال له اذهب إلى أرض طنطا سيكون لك حال وسيكون لك مقام هناك. فطبعا أخبر أخيه بذلك، إلا أن أخوه حسن يعني طلب منه أن يتريث، فقال له إنه قد جاء لي في المنام كذا، فقال له عليك أن تذهب. فذهب، ويعني ذهب وأخذ معه صق نسبه، لأن هم كانوا بيتشرفوا بنسبهم إلى الأشراف، يعني الأشراف كان لهم مكانة كبيرة. ذهب إلى طنطا، تحرك وذهب إلى طنطا، ووصل إلى بيت الشيخ ركن الدين ابن شخيط، وكان شيخ البلد، وكان له دكان. الدكان كان له بابان، باب يبيع منه وباب داخل البيت. طبعا مكث على سطح البيت فترة طويلة. ويحسب المؤرخين الذين يتعاملون مع المواقف بشكل علمي ويتعاملون مع الأمور عن طريق الشواهد والآثار، يعني لماذا اختار السيد أحمد البدوي طنطا؟ هل كان يعلم عنها شيئا؟ الحسبة العلمية بتاعت علماء المؤرخين، بعضهم قال يعني السيد أحمد البدوي قصد طنطا، وقصد هذا الشخص بالذات في طنطا، دخل داره بالذات، يبدو أنه كان على علاقة بهما أو أقام علاقة بهما في أثناء حج الشيخ رقين إلى مكة، يعني ممكن يكون قابل مجموعة من أهل طنطا وهم يحجوا وتعرف عليهم ودعوه إلى طنطا، لأنه هو وصل طنطا بالذات ليه؟ وصل إلى مكان، هذا المكان وهذا البيت، لماذا وهذا الشخص؟ يعني ده شكل من أشكال التفسير أو التفسير العلمي. وقيل بأنه يعلم طنطا علما جيدا، لأنه مكث 5 سنوات في مصر، فطبعا يبدو أنه سمع عنها الكثير وأحبها، ورأى بأنها ستكون مجالا رحبا لدعوته. لا ننسى أن المقارنة بين المجتمع في العراق والمجتمع في مصر في تلك الآونة، المجتمعان كانوا جديدة بعد أن
ظهر التصادم الكبير بين من يتصارعون على السلطة زي ما كان في العراق. طبعا 635 حصل الغزو التتري، 656 دمرت بغداد عن بكرة أبيها. قبلها الجو كان مهيأ لهذا الغزو في حالة ضعف كبيرة في المجتمع هي من كانت جانب الخلافة الحكومة وما إلى العباسية، ذلك. كانت الخلافة العباسية، الخلافة العباسية نهاية الخلافة العباسية، وطبعا في صراع على الحكم، وفي برضو مصر كانت تعاني من هذا الصراع ومن هذا القتال ومن ظلم المماليك وما إلى ذلك. فطبعا الجو مهيئ، بالإضافة أن مصر نفس ظروف المصريين نفس ظروف العراقيين. هناك نهرين الرافدين وهنا نهر الأرض الزراعية، يعني البيئة في العراق مهيئة للأئمة والأقطاب والبيئة في مصر، ولكن ينقص مصر وجود الأئمة. فكان اختيار مصر بالذات برضو للسيد أحمد البدوي. وبرضه كان اعتقد ان في الوقت ده كانت يعني الدولة الأيوبية في حالة وهن، في حالة ضعف، وسيطر المماليك. طبعا هي شبه الدولة الأيوبية كانت في الأول قضت على الدولة الفاطمية، طبعا قضت على الفاطميين، وحولت مصر من يعني المذهب الشيعي إلى مذهب السنة. مع أن المصريين كانوا رافضين هذا المذهب من الأول. هو المصريين من سماتهم الشخصية، يعني المصريين دنهم يعني محتلين من سنة 520 قبل الميلاد، حتى جاء جمال عبد الناصر ما حكمش مصري من 520 حتى 1952 ما حكمش مصري. ولكن المصريين لم يتغيروا، هم بيهضموا أي شخص يأتي إليه. ولذا قال المؤرخين سعيد عبد الفتاح عاشور، الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور قال في هذا الموضوع قولة مهمة: هناك بعض الناس الذين قادوا مصر ولم يكن جذورهم مصرية، زي صلاح الدين الأيوبي، رجل كردي وجذورهم مش عربية، زي الظاهر بيبرس، إلا أنهم أحسوا بأحاسيس العرب وأحسوا بأحاسيس المصريين ومشاكلهم، وحملوا طموحاتهم وحملوا آمالهم وحاولوا علاج مشاكلهم، ولذا نجحوا وأصبحوا مصريين. فطبعا إيه يعني الفكرة مش اللي أنا أكون مصري، الفكرة اللي أنا أعمل لبلدي، تمام. أضيف لبلدي، أحمل مشاعر هذه البلد، أحمل آمال هذه البلد، لا أصل أحمل يعني طموحات هذه من البلد. القراءة في التاريخ وبالتأكيد يعني حضرتك كنت عارف أن الصراع ما بين الأمراء في الدولة الأيوبية كان على أشده في هذا طبعا التوقيت. في تلك الآونة. وبعدين جيل المماليك سيطروا بعدها، جيل المماليك سيطروا بعدها، لدرجة حضرتك أن يعني مع حملة لويس التاسع اللي كان جاي فيها لمصر، يعني كان بيقال ان كل يعني الملك الكامل، وهذا يقال في التاريخ يعني ان هو كان بيعرض ان يعني هو كان غرض الصليبيين في هذا الوقت ان هم يستردوا بيت المقدس طبعا مرة اخرى. لا هو كان الحملات الصليبية كانت هدفها استعمارية، حملت مشاعر، يعني الكل بيمتطي الدين، لكن الهدف بس هي عشان تحصل على الكثير. لا هي دايما هو عايز يخلق حالة شرعية لتصرفه، لكن هو مالوش دعوة بالدين نهائي. ما هو كان الفكرة لا كان بس انت زي ما قلت كده هو واخد الدين مطية فعشان يرضي مشاعر ويجلب النقود من هؤلاء الذين يخدمون التبرعات بقى انت حضرتك طبعا. عارف فهم عرضوا يعني تخيل من ضعف الدولة الأيوبية في هذا التوقيت ان هم يعني ايه ان هم كانوا عاوزين يحافظوا على الملك بتاعه، الكرسي بتاعه بس، لدرجة ان هم عرضوا على لويس التاسع وهو بيجمع قواته في جزيرة قبرص ان هم خلاص تعالوا خد بيت المقدس بس ما تجيش يمتنا. ما هي المشكلة الكرسي والسلطة. اذا اردت ان تختبر رجلا فاعطيه سلطة. الحكمة الشعبية المتداولة. السلطة دايما يعني هدف لضعاف النفوس، لمنزوع الإيمان. انت ممكن تعمل وتضيف
يعني من غير سلطة ومن غير ومن غير ومن غير. لكن دايما الضعاف دايما يسعون، لأن شايفين أن السلطة هتخلق لهم كيان، ولكن التاريخ لن ينصف. ما انا بقول لحضرتك الموضوع ده عشان بس نهيئ للساده المشاهدين. نعم. البيئه اللي تواجد فيها السيد احمد البدوي، يعني البيئه السياسيه الله ينور عليك، كمان اللي ده كان موجود مهمة فيها. جدا. لا انت اشرت النقطة مهمة لسبب واحد، لان هؤلاء الناس وهؤلاء الاقطاب دعوتهم لا تلقى رواجا الا في مثل هذه المجتمعات. الناس بتفقد الثقة في الأنظمة، وتفقد الثقة في من يقود هذه الأنظمة، ولأنهم لا يستطيعوا تحقيق آمالهم وطموحاتهم وما إلى ذلك، فيلجؤون إلى هذا العالم الغامض، هذا العالم الخفي. يذهبون إلى المثل والقيم العليا، يجدونها في هذا القطب. وعشان كده حتى في الوقت الحاضر يعني لما للاسف بقى تجار الدين لما بيحاولوا ان هم بيدخلوا بيستثمروا هذا الموضوع. فكرة الدين يعني لو ان اللفظ قاسي يعني الدين أفيونة الشعوب، ولكن هو طبعا في الشرق عموما الدين له حساسية خاصة عند الشرقيين. هيرودوت كان بيقول على المصريين بالذات شعب يخاف الله، من آلاف السنين شعب يخاف الله. طب احنا هنطلع فاصل دلوقتي يا استاذ عبد الله، احنا لسه يعني مكملين في هذا الحديث الشيق. معانا فاصل خاص بمقتنيات سيدي احمد البدوي هنشوفه ونرجع مرة تانية للاستوديو ان شاء الله. سيدي أحمد البدوي رضي الله بمدينة فاس بالتحديد جنوب المملكة المغربية، وحفظ القرآن الكريم بالقراءات في مكة المكرمة مع والده رحمة الله عليه. وجه سيدي أحمد البدوي هنا طنطا عن رؤيا رآها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بأنك تهاجر إلى طنطا يا بدوي، فكانت اسمها طنطا في الأصل وحرفت إلى طنطا. لما حضر سيدي أحمد البدوي إلى مدينة طنطا زاد فيها النور وزاد فيها العلم وزاد فيها الخير بقدوم هذا الولي الصالح. ولما حضر سيدي أحمد البدوي مدينة طنطا جلس فوق سطح هذا المسجد، وهو مسجد سيدنا البهية حاليا، وكان اسمه مسجد البوصة. جلس سيدي أحمد البدوي ظل 40 عاما فوق سطح المسجد يذكر الله عز وجل. رضي الله عنه وارضاه يقول: لو غفل قلبي عن ذكر الله لحظة لأعددت نفسي من الأموات. فكان دائم الذكر والتسبيح لله عز وجل. وبعدين جميع أولياء الله الصالحين على وجه الأرض أعطوا العهد بطريق اليد، علشان تاخد العهد من الشيخ تحط ايدك في ايد الشيخ، ما عدا سيدي احمد البدوي رضي الله عنه وارضاه فكان عن طريق المسبحة، لانه كان يجلس على السطح ويدلدل المسبحة، والمسبحة ديت طولها 9 متر، 1000 حبة الا حبة، كل حبة عليها اسم من اسماء الله الحسنى، وكل حبة تختلف عن الاخرى في الشكل، من خشب العود والصندل التي كان موجودا على جبل أبي قبيس الذي كان يتعبد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبحة زي ما قلنا طولها 9 متر، كان يجلس على السطح ويدلدل السبحة، اللي يعوز يسلم على الشيخ أو ياخد العهد من الشيخ يمسك بالمسبحة من تحت كأنه سلم على سيدنا الشيخ. ومن هنا سمي بالسطوحي نسبة إلى أنه كان يجلس على السطح. وسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه له أسماء كثيرة: السطوحي، جلاب الأسرى، الملثم، فحل الرجال، باب القبول، باب الرسول، العضاب، أبو فراج. وإذا كثرت الأسماء تدل على شرف المسمى رضي الله عنه وارضاه. العصا ديت اللي ننظر إليه كانت قد كده مرتين، بدوي يستعملها في حالتين 2، تسمى العصا وتسمى الفراش اللي كان يهرش به ظهره. وكان
مع أنه كان ورع وزاهد وتقي، كان مجاهدا رضي الله عنه وارضاه. هو اللي أثر لويس التاسع، سيدي أحمد البدوي كان مجاهدا، هو اللي أثر لويس التاسع قائد الحملة الفرنسية هنا في المنصورة بقيادة سيدي أحمد البدوي. وبالعصا ديت كان يجيب الأسرى بقدرة الله عز وجل. وفي مثل تنطوي هنا يقولوا الله الله يا بدوي، جاب اليسرى جاب الأسرى بهذه العصا، وسمي جلاب الأسرى. وديت العمامة أو الخوذة أو اللسام، والأصح اللسام لأنه كان ملسم. ليه؟ لأن بعض جنوب المملكة المغربية كانوا يتلسموا. العبايتين اتنين، عباية شتوي وعباية صيف. لو نظرنا لحجم العبايتين اتنين نعرف حجم سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه. كان سيدي أحمد البدوي طوله 3 متر إلا 10 سنتي، عريض المنكبين رضي الله عنه وارضاه. ولذلك العباية ديت وزنها 20 كيلو، العباية الشتوي وزنها 20 كيلو، والعباية الصيفي وزنها 10 كيلو رضي الله عنه وارضاه. مكث من العمر 79 عاما ولم يتزوج رضي الله عنه وارضاه. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين لاستوديو حدوتة مصرية، وبصحبتنا الأستاذ عبد الله مهدي الباحث والأديب في الأدب الشعبي. أهلا بيك مرة تانية يا أستاذ عبد الله. الله يخليك. يعني أنا هنرجع برضو للحالة السياسية وبعدين نناقش الكلام اللي اتقال في التقرير. نرجع برضو إن الأمة الإسلامية في هذا التوقيت يعني بيتهددها الخطر من الشرق. في حالة وجود الخطر وفي حالة عدم قدرة القائمين على حكم البلاد في مواجهة الخطر وتحقيق طموحات الناس وآمالهم، بيلجأوا إلى عالم آخر يجدون فيه المثل والقيم. تمام. ولذا ظهرت دعوة البدوي. يعني مثلا حينما وصل البدوي إلى قرية طنطا في تلك الآونة، وعند ركن الدين ابن شخيط اللي هو مكان مسجد البوصة كما يقول التقرير، يعني رغم تحفظنا على أمور كثيرة في التقرير يعني إلا يعني كان يجلس فعلا على السطح، وبدأت تظهر كراماته منطقيا اللي هي تظهر كراماته. فمثلا حينما وصل والي الغربية بجنوده ودق خيامه في إحدى ساحات طنطا، وأراد أن يعلف الحيوانات والركوب وما إلى ذلك، ولا يوجد علف إلا عند هذا الرجل، هو بيبيع علف وزيت وعسل. فطبعا ذهب إلى البدوي وقال له يعني ان هياخدوا كل العلف اللي عنده. قال له لما حينما يأتوا إليك ويطلبوا منك العلف قل لهم لا، ليس عندي شعير، هو عنده الشعير، بل عندي قمح زريع يعني مزرع. فطبعا قال لهم كده فما صدقوش، فدخلوا مخازنه فوجدوه قمحا زريع أيضا. يعني هذه إحدى كراماته التي جمعت الناس حوله. ما هي الكرامات هي اللي بتجمع الناس، موقف هي اللي بتجمع الناس. موقف آخر قال للشيخ ركين عليك أن تشتري قمحا بكل أموالك، حتى وصل شراه إلى أن باع مصاغ أهله وأقاربه واشترى بها قمحا ملا بها مخازن وما إلى ذلك، لأنه أحمد البدوي تنبأ بحدوث غلاء. فحين يجمع ركن الدين هذا الرجل الصالح يجمع الغلال ويحفظها عنده، فيعني حينما يحدث الغلاء والضيق هو هيبيع بثمن بسيط ويخدم بيئته ويخدم المكان المحدد. يعني مش استغلال. أيوة. ما هو لو استغلالي ما كانش قال له. أيوة. فطبعا كل هذه الكرامات وهذه الأحوال أعطت يعني صلاحية للسيد البدوي لتكوين مريدين وما إلى ذلك. طبعا السيد أحمد البدوي
كان له دور كبير في تطوير هذه القرية الصغيرة طنطا. لولا السيد البدوي ما كانت طنطا الآن، لأن طبعا طنطا في الحكم القبطي كان بها أسقفية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي، وحينما دخل المسلمين طنطا تحفظوا من عمل أي مشروع بها والاهتمام بها. اهتموا بمدينة صخا وجعلوا مقر الولاية فيها. ولكن حينما وصل البدوي إلى طنطا وبانت حالاته وبركاته وبان صلاحه وبان عطاءاته وخدم الوجدان الشعبي في تلك المنطقة، منطقة الدلتا، رجعت لطنطا حيويتها وازدهارها، وبدأت طنطا تزخر بكل ما لذ وطاب من صنوف الحياة. حتى يعني وصل علي باشا مبارك في الخطوط التوفيقية وقال يعني بلد أصبحت يعني مكان غير صحي. وكان للخديوي إسماعيل يعني دور في تطوير شوارع طنطا وتطوير محلاتها وما إلى ذلك، احتراما لهذا الولي الكبير السيد أحمد. دلوقتي لأنه يعني ساعات ببقى مهتم كده بالتاريخ. إذا كان سيدي أحمد بدوي يعني هنقول إن هو جاء من العراق. نعم. طبعا وكان البيئة في العراق مشابهة للبيئة في مصر من حيث الصراع السياسي. وكمان كان خطر التتر كان بيهدد العراق في هذا التوقيت. نعم. كان في عالم تاني يمكن في نفس التوقيت وهو العز بن عبد السلام. نعم. برضه جه من الشام وتقريبا لنفس الأسباب ونزل إلى مصر. هل كان في علاقة ما بين العز بن عبد السلام وسيدي أحمد البدوي؟ يعني إذا كان لديك الإجابة. نعم. العز بن عبد السلام طبعا كان موجود هو نزل وكان موجود مع بداية الحكم المملوك. السيد أحمد البدوي مات سنة 675 هجرية. كان بينه وبين قطز مسك البلد سنة 658، يعني 17 سنة، يعني في حوالي 17 سنة. وكان بيبرس موجود، بس كان السيد البدوي شكل من أشكال الكمال، يعني وصل في دعوته إلى شكل كبير من أشكال الكمال يعني. ولكن طبعا العز بن عبد السلام كان فقيها وخطيبا وعالما ويعني متعامل مع الحياة بشكل واقعي. يعني الدين عنده كان سياسي أكتر. يعني الدين عنده استخدم ووظف من أجل حماية الأوطان وحماية العباد والبلاد. والعز بن عبد السلام كان رجلا جريئا، يعني مجاهدا، يعني مش هنقول تصادميا، مجاهدا قويا وشجاعا. يعني حينما يفتي بأن المماليك يباعوا وأموالهم تذهب إلى خزينة البلاد حينما تقاعسوا عن مساندة الجيش في مواجهة التتار، يعني هذا موقف قوي من إمام قوي. تمام. ولكن انت عارف الناس الزاهدين يعني بيجنحوا في البعد عن السياسة ويجنحوا البعد، هم بيعيشوا في عالم أكثر غموضا وأكثر روحانية وأكثر سلاما وأكثر هدوءا، يعني هم بيعيشوا حالة. ولكن طبعا الدراويش كانوا بيوظفوا برضو، لأن هم الدرويش هو خاضع بشكل كامل لشيخه. يعني يقول أحد الصوفية إبراهيم الدسوقي، الشيخ إبراهيم الدسوقي يقول أن المريد بالنسبة لشيخه كالميت يحركه كيفما يشاء. ولذا لما طلعت إفتة من الأزهر الشريف
بالنسبة للفرق الصوفية والمدارس الصوفية دي، قال من يعني ونشرت بمجلة الأزهر في أيام الشيخ الجليل جاد الحج، قال أن هذه المدارس مدارس تربوية مهمة إن لزمت الدين والشرع، يعني خدمت بشكل كبير الدين والشرع، ولكن إذا حادت فعلينا تقويمها. يعني من الممكن أن يكون مش إلغائها يعني، بس لا تقويمها. لأن من الممكن أن يقوم الشيخ يعني بدور المربي الفاضل بالنسبة للمريدين، بيخضعوا له إخضاع كامل، بيصل تطرف بعض الناس أنه يعني حينما يريد أن يتزوج يستأذنه، حينما يريد أن يسافر يستأذنه، حينما يريد أن يبيع يستأذنه، حينما يريد أن يشتري يستأذنه. بس ده شكل من أشكال التطرف. أيوة دي تطرف طبعا، يعني دي تطرف، ولكن القصد هنا الشاهد عندنا هذا الخضوع الكامل من المريد لشيخه، وشيخ بقى بيحتضن وبيقف إلى جواره ويساعده، وبيكون أكثر عونا له وأكثر مساعدة له. لأن فكرة الطريقة لكل شيخ طريقة. إيه لكل شيخ طريقة؟ يعني لكل شيخ سبيل يطرقه إلى الله أو يستخدمه في الوصول إلى الله. والطرق الصوفية ديت قيل بأنها كانت للأربعة الأقطاب. يعني لعبد القادر الجيلاني طريقة القادرية، السيدي أحمد البدوي الأحمدية، إبراهيم الدسوقي البرهامية، مش البرهانية، البرهامية، والفضل أحمد الرفاعي الرفاعي. وللأسف بصوا كلهم بيهدفوا إيه؟ يعني أي طريقة بتهدف سلك السبيل في الوصول إلى الله، السبيل في الوصول له. رغم ذلك كل طريقة من هذه الطرق انقسمت على نفسها. يعني الطريقة الأحمدية انقسم منها 16 طريقة أخرى، 16 طريقة أخرى، الشناوية والمسلمية والكناسية نسبة إلى الكناس الذي كان يكنس المقام وما إلى ذلك. رغم أننا يعني الكل يقر، المتصوفة يقرون بأن هي الطريق إلى الوصول إلى الله. يقول لك لكل شيء طريق. لا، وأعتقد أن يعني كان في وقت من الأوقات يعني كانت الطرق حادت كثيرا واتخذت كثير من يعني أساليب فيها بعض الشعوذة، بعض طبعا بعض الخرافات. يعني حتى في التقرير يعني انا وانت كنا بنمتعض من بعض الاشياء اللي ممكن يعني العقل نفسه ما هي حضرتك بقى الرد على ذلك مقنع جدا ان شاء الله. هقول لك يعني المريدين للاسف يعني او بعض المريدين يريدون ان يضفوا على شيخهم حالة من يعني الكرم الزائد، يعني يضفون عليه كرامات، في مغالاة، إلى مغالاة. هم هدفهم غايتهم ايه؟ غايتهم ان يضفوا عليه هالة وان يؤكدوا للناس بانه صاحب حال ومقام. يعني هو دي غرضه، الغرض من وراء يعني من وراء هذا القول مسبحة 9 متر، يعني هو لا يحتاج ذلك. يعني الشيخ أو السيد أحمد البدوي يعني شخص جاهد جهادا كبيرا جدا اللي هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. هذا الرجل الذي يعني زهد الحياة وزهد ملذاتها وتمتع بنكران الذات وهذه المثالية والقيم اللي احنا في أمس الحاجة إليه. يعني هو لا يحتاج أن نضيف أو نسقط عليه مجموعة من الخرافات والأساطير لكي. السبب إيه يا أستاذ عبد الله؟ يعني ممكن يعني أنا وأنت برضو يعني نعم. نتدارس هذا الموضوع. نعم. هل السبب إن يعني إن الجهل مثلا
هيبقى موجود في المجتمع، بحيث ان كتير مش كتير من الموردين هيبقى فيه مثلا مؤلفات خاصة بسيدي نعم. أحمد البدوي ان هو هيطلع عليها ويقراها، لا بالنسبة فبيحاول ان هو يديله بعض الحكايات اللي هي طبعا. ممكن تربطه طبعا. بال لا، ما سيدي انا هقول أحمد البدوي لحضرتك كان أكتر. ليا بحث مهم آه. ونشر يعني عن السيد احمد البدوي بين التاريخ والتصوف والموروث الشعبي. للاسف الكبير ان السيد احمد البدوي حينما كتبت سيرته كتبت في زمن كله جمود وتخلف، اللي هو العصر العثماني. هو كتب عنه في العصر المملوك المقريزي وابن حجر العسقلاني، لكن يعني وكانوا أكثر تهذبا، لكن ما كتب بشكل كبير جدا عنه في عصر الجمود والتخلف. انت عارف الأتراك عملوا في مصر، جرفوا مصر وجعلوا اللغة الرسمية اللغة التركية وما إلى ذلك يعني، وخدوا اللي كان يعني تجاوزا اللي كان بيبيع ترمس ومتميز في بيع الترمس خدوه عندهم، يعني جرفوا البلد. صناع المهرة والحرفيين جرفوا البلد تجريفا كبيرا. فطبعا المجتمع كان جاهل والكاتب يخاطب مجتمع جاهل، فأرادوا من كتب سيرته يعني كان في مخيلة هذا المجتمع الذي يكتب إليه، المجتمع الذي يهوى أن ينغمس في الخرافات وينغمس في هذه الأساطير الوهمية وما إلى ذلك، فكتبوا لذلك. الحاجة الثانية أن الباحثين في التاريخ والباحثين في التصوف والباحثين في الموروث الشعبي كلهم أدلى بدلوه في مجال، يعني مثلا ابتاع التاريخ جاب حكاية شعبية وحاول يقيمها تاريخيا. المفروض بتاع التاريخ ما يجيبش حكاية شعبية يقيمها، المفروض تقييمه يأتي بناء على وثائق، بناء على آثار، بناء على شواهد واحداث، ممكن تكون احداث مشابهة يعني لازم تكون دي شواهد، آثار، وثائق. لا، لما يجي يتناول شخصية السيد أحمد البدوي ويقول لك إيه ده الناس المريدين والناس الحكائين والناس اللي كتبت عنه قالت، يعني لما يجي سعيد عبد الفتاح عاشور يجي يقول السيد أحمد البدوي الحكاية الشعبية قالوا عنه إن هو لما جه استقبله الظاهر بيبرس استقبالا حافلا، والظاهر بيبرس تولى حكم مصر، يعني ما كانش معروف لما جه السيد البدوي إلى طنطا، ده هو تولى حكم مصر سنة 658. كان السيد البدوي قعد 40 سنة ومات بعده ب17 سنة بعد ما تولى. يعني بيبرس لم يكن موجودا على الحياة السياسية عندما قدم البدوي، هذا صحيح تاريخيا، ولكن لا يتم التعامل هذا الشكل. الحكاية الشعبية غرضتها ايه؟ اي حكاية لها غرضتها ايه؟ لما جابت اللي بيبرس استقبله بجنوده وما الى ذلك، وبيبرس صاحب المكانة العالية في زمن المماليك، الهدف أن يضفي على السيد أحمد البدوي مزيدا من الهالة، مزيدا من التأكيد بأنه صاحب مكانة رفيعة، بحيث يتحرك إليه سلطان مصر ويستقبله استقبالا حافلا هو وجنوده وما إلى ذلك. وكمان الناس مستعدة أنها تصدق، يعني هو كان بيعتمد على الموضوع ده من خلال هذه الحكايات وجدان الجماعة الشعبية كلام بس الفنان الشعبي مسموح له الفنان النص الشعبي ان هو يسرح بخياله. النص الشعبي نص مفتوح يتعامل مع وجدان الجماعة الشعبية. الناس دلوقتي الناس دلوقتي من خلال التقرير اللي جاي، يعني هل ما زالوا يعني بيعيشوا نفس الحالة طبعا او نفس الحالة ولا لا، من خلال التقرير اللي جاي معنا ده ان شاء الله.
انت منين يا حاج؟ من سوهاج، طيب. مركز دهينة. تيجي كل سنه؟ عندي كل سنة المولد ده عشان أنا تبع الرفاعي، تبع المدد. أي إنسان تبع المدد يدير على المدد على طول. بقالك كام سنه بتيجي يا حاج؟ كام سنه بتيجي؟ أنت هنا ليه بتاع 15 سنة. أي طب رايك ايه في المولد السنه دي؟ هل احسن إن شاء الله كل سنة أحسن من التاني على طول. ورايك في المولد السنه دي عامل ايه؟ والصلاة على النبي عن السنين اللي مش فيه أمن وفيه الناس ما فيش خوف. يعني مستريح وانت بتزور يا حاج؟ من أول جينا ما دخلناش، كانوا قافلين المقام. السنة دي بالصلاة على النبي كل حاجة تمام. صلى عليك انا. شكرا يا حاج. وانت منين يا حاج؟ مركز يا حماد ومحافظة جدة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلينا السيسي. الامن والامان هني. بصراحة حسينا بالامن، ربنا كرمنا مصر بالسيسي، وربنا يخلينا قوات مسلحة والجيش والشرطة. السنة دي اخر امان، السنة على النبي شايف اخر امان، وربنا يخلينا مصر ان شاء الله. شكرا زعيمي. الله الله يا بدوي جاب اليسرى وإن شاء الله بعود يا طنطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبار المولد ايه السنه دي؟ لا تمام الحمد لله، تمام تمام زي الفل زي ما انت شايف. اتغير عن زمان ولا زي ما هو؟ لا اكيد في تغيير، في تغيير. يعني زمان كان مولد، دلوقتي ما فيش مولد زي زمان، ما فيش روح في الشارع زي زمان. تمام. شايف ان الاقبال يعني هيزيد بكره او حاجه ولا لسه؟ يا مسهل، بس اكيد برضو اقل من زمان بكتير، يعني مش زي زمان برضو. يعني 4-5 سنين، من 4-5 سنين كنت تشوف مولد، شوف فرحة مولد في الشارع. تمام. يعني شايف حركه البيع والشراء عامله ايه السنه دي؟ لا 100 الحمد لله، مولد 100. يعني الاقبال كويس يعني. يا عم 100 اللي يقول لك غير كده يبقى هو فقر بقى. شايف التامين عامل ايه السنه دي؟ لا مفيش زيه، اول سنه من عمرنا ما شفنا مولد زي ده. تامين. رايك ايه في التامين السنه دي يا حاج؟ تأمين المولد عمره ما حصل من 30 سنة. تأمين على أعلى مستوى. تأمين بضاعتنا بتخش، مدير الأمن مصرح بعربيات التجار تخش تشيل بضاعة وتطلع بضاعة. مرافق مسيطرة علينا جامد ومسيطرة على المولد جامد. مدير الأمن بصراحة احنا بنشكره أنا صاحب، أنا بشكره على الأمن اللي عامله. رايك ايه في البوابات اللي اتعملت؟ شايف ان لها تاثير؟ البوابات اللي اتعملت دي امن وامان للتجار وللزاير وليس لها ضرر، واللي يخاف يخش اللي مش اللي متضرر منها البلطجي بتاع المخدرات الحرامي، ده اللي خايف يخش، اللي معاه متفجرات. انما واحد زاير محترم مش هيخاف، هيعدي. اللي معاه سلاح خايف يخش، انما واحد محترم هيخش يزور ويطلع ويصلي بامان. طيب. طب الصحه والسلامه. انت منين يا حاج؟ أيوة الجيزة يا باشا، محافظة الجيزة، مركز بدرشين، محافظة الجيزة. احنا من أحد محبين آل البيت وتبع الطريقة الصوفية والطريقة الرفاعية، ومحبين للشجرة المحمدية كلها، ونشكر الأمن والأمان ومحافظة الغربية بالكامل والجيش والشعب والشرطة، يعني ناس الأمان فعلا. والحمد لله يعني احنا في ساحة الأولياء في سيدي أحمد البدوي، ومن ضمن محبين آل البيت، ونسأل الله الأمن والأمان في هذه البلد يا رب. الحمد لله. انت منين يا حاج؟ أنا من طنطا من الصناديق. من صناديق، جاي تزور؟ إن شاء الله. الحمد لله، يعني في أمان وفي تأمين حلو، والناس لا مؤاخذة عاملة اللي عليهم وزيادة. برضك الأمن ماشي على ما يرام، ماشي، وربنا يصلح حال البلد. ربنا تيجي كل سنة يا حاج؟ أنا لا مؤاخذة، أنا من طنطا، من هنا بقى متعود إن أنا أجي كل سنة. لا في المولد بالذات بحب إن أنا أجي أساسي يعني. فربنا يولي من يصلح، والحمد لله الناس مبسوطه يعني الحمد لله. انت منين يا حاج؟ منصورة، مش من صلاح ابو العيد. كل عام طيبين يا اولياء الله. يا شيخ العرب يا بدوي، السلام عليكم ورحمة الله. اسكندريه ان شاء الله. مستشار مصطفى سلامه ونائب الساده الرفاعيه على المركز فوق كفر الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بك. حضرتك متعود تيجي؟
طبعا انا والدي كان امام وخطيب مسجد ازهري، وكان نائب الساده الرفاعيه عن محافظه كفر الشيخ او مركز فوه. فانا لما انتقل كنت مكانه. فطبعا ارتباطنا بآل بيت رسول الله ارتباط وثيق جدا، لدرجه ان احنا زي ما قال الاخ السابق بيبقى فيه عندنا شبه مرض ان لم نحضر هذه الموالد. ورايك ايه في التامين والوضع السنه دي؟ احنا مش هنقول غير كلمه حق. انا اول مره السنه دي احس ان التامين على المستوى عالي جدا 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 جدا، يعني لدرجه ان احنا هنا شفنا، انا لما جيت ادخل بعربيتي بخدمتي اول ما اوصل الخدمه فلقيت بوابات الكترونيه، دي احترام مش مجامله، بكثافه طبعا، وده ما كانش موجود السنه اللي فاتت. فطبعا انت تعرف ان بعد اسبوعين في مول سيدي ابراهيم الدسوقي، اتمنى ان يكون اللي حصل هنا، لان وزاره الداخليه واحده، امل ان تكثيف امني حاصل في سيدي ابراهيم وفي الدسوق ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك بألف ساعه وسلامه. منين يا حاج؟ من مركز الحسينيه يا باشا. اخبار المولد ايه السنه دي؟ هي اسمها قهبونه كفر الشرفاء. اهلا وسهلا بيك. اخبار المولد ايه السنه دي يا حاج؟ اخبار المولد ان انا كان عندي نزيف ورحت التامين الصحي وقالوا لي على بالك عمليه يضيع نظرك. اراد لي ربنا ان انا اجي كده اشوف البطل في المنام. جيت انا حسيت ان انا خفيت وكنت عامل الاشعه المقطعيه دي، عملوها لي ناس طيبين برضه عملوها لي وارتحت. بس انا ارتحت اكتر لما جيت اعصابي راجت، لما جيت شفت الشيشه الحلوه كده ونفسيتي ارتاحت. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين لاستوديو حدوتة مصرية، وما زال حديثنا ممتد حول الليلة الختامية والاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، وحوارنا مع الأستاذ عبد الله مهدي الباحث في الأدب الشعبي. أهلا بك مرة تانية أستاذ عبد الله. يمكن من خلال التقرير يعني الناس لسه برضه طيبة وجدان الجماعة الشعبية، وجدان الجماعة الشعبية يضفي على القطب يعني ما يريده هو. يعني هذا الرجل اللي بيقول أنا لما كنت تعبت ومرضت ومقطعية بتاعه، لما
يعني السيد أحمد البدوي هو صاحب هذه النفحة التي أراحته. يعني فكرة هو الذي يضفي على السيد أحمد البدوي. وجدان الجماعة الشعبية هو الذي يضفي على القطب ما يريده هو الجماعة الشعبية، ما تريده الجماعة الشعبية. بس ساعات يعني ايه لصاحب الذكرى او لصاحب المكان اللي احنا بنتكلم ما هي الفكرة إذا كان العمل شعبي، العمل الشعبي ده وبخاصة إذا كان أدي وجدان جماعة شعبية، هو بيقول اللي في نفسه زي ما شفنا في التقرير. بيقول اللي في نفسه. القطب ملوش دعوة به. الكلمة اللي بنقال دي القطب ملوش دعوة به. هو ممكن يحصل حالة من التوجيه الديني. السيد أحمد البدوي له جذور في وجدان الجماعة الشعبية، ظهر ذلك في ألعابهم، ظهر ذلك في يعني حالاتهم المرضية. سيد يا سيد يا ابو عتبة خضرة، من قصد السيد من العيا يبرى، سيد واخوه من مكة ندهوه، يا اخواته يا اخوه يا حامي طنط. يعني تعرف الواحد بيفتكر يعني ايه ان كان ايام حرب الاستنزاف و73 يعني كانت بتظهر حاجات، يعني يقول لك في قنبله وقعت مثلا في الحته كذا وما انفجرتش. ايوه، يقول لك اصل السيد البدوي الله يفتح يعني الاعتقاد في الاولياء هذه من الثقافه الشعبيه المصريه. بس محتاجه تقويم، محتاجه تقويم، ومحتاجه ان الناس ترتاح. يعني التعبان دي يلاقي مكان يتعالج فيه صح. يعني هي محتاجه ان الناس ترتاح، الناس تحس براحه. انا لا اعتب على هذا المواطن البسيط حينما ياتي الى او يلجا الى هذا العالم المثالي، عالم الاولياء وعالم الاقطاب، ويضفي عليهم ما يريده هو، ما دام ذلك سيريح. بس في كتير من علماء الدين يعني ايه بيصف هذا الموضوع بالشرك. يعني الموضوع بيدخل في شكل من الاشكال ان ممكن الانسان يدخل في حاله من حالات الشرك بالله. لا، هو بيشرك يعني حاجات. ما هي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قاعده شرعيه. ما هي فكره النيه، هو مش دي اللي هيعالجه. بس الطريق الى جهنم برضو مفروش بالنوايا الحسنه. لا، هي الفكره هذا بعد شعبي ملوش دعوه بالتقييم الديني. يعني هي الفكره هنا تاريخ ودين وشعب. الثقافه الشعبيه هنا، الثقافه الشعبيه حاجه تعويضيه. اللي أنا مش لاقيه، يعني حاجه مش لاقيها بيرجعها برجعها او بلاقيها هنا. أني لقيت الناس جابت لي واولاد الحلال، بس لما جيت هنا ارتحت. بس كتير برضو من مش هنقول الانظمه السياسيه، لكن مثلا في وقت الاحتلال الانجليزي كانوا بيتخذوا من هذه الموالد انها عمليه تغييب للشعب، سيبوا الناس تعيش في الاوهام. لا، اصل هو معروف عن الشخصيه الصوفيه، معروف عن العباد. بس ما عادوش كده. استاذ عبد الله، يعني لا ما عادوش. انا اعرف والاستاذ عبد الهادي، يعني الناس يعني خلاص يعني في مراجعات كثيره جدا للافكار والعادات يبقى هنا فكره الثقافه والوعي الديني الصح والتربيه الصح والتعليم الصح هو الوسيله للتطوير، هو اللي هيطورنا. يعني حتى يعني التقرير ده نتجاوزه، لازم الناس دي وترتاح في حياتها، لأن مولد السيد البدوي وسيلة تنفيذ. كل الموالد وسيلة تنفيذ. راجل بينزل يفرح يقول اللي في نفسه، ما هو محتاج تنفيذ. ما هو لا، المفروض ان مثلا في ذكرى زي ديت، واعتقد ان الطرق الصوفيه بتعملها. نعم بيعملها. بس الناس تروح برضو، لان في كتير من مش هنقول حلقات الذكر، لكن في دروس بتتكلم برضو، دروس دينيه لا، انا دخلت الاكثر من طريقه، وناس صحابي بيقعدوا ويقولوا اوردتهم واحزابهم واناشدهم الدينيه، وبيعيشوا حاله من يعني الهيام الوجداني والذوبان في الذات الالهيه وما الى ذلك.
يعني فكرة برضو الفرق والطرق الصوفية، لو دخلت أي خيمة أو أي مكان برضو بيرددوا أوردتهم وأحزابهم ومواعظهم ووصاياهم، وبينهم وبين مرادينهم. ده الناس اللي ماشية ديت يعني في الشوارع وبنقابلها ديت مش مقياس. لا، انت لو دخلت الخيمة ورصدت ماذا يفعلون. والمسجد الأحمدي نفسه بيبقى فيه دروس برضه. والمسجد الأحمدي بيبقى فيه دروس، وبتخش بعض الطرق الصوفية. يعني أنا شفت ناس من جايين من السودان وجايين من مناطق خارج مصر ويرددوا بعض الأناشيد وبعض الأوردة وينفذوها ويروحوا مطلعين. أنا شفت فكرتني بالسودان، كان في يعني السنة اللي فاتت على ما أعتقد كان في متصل في برنامج برضه ليا من السودان، فبيتكلم في موضوع، فانا بقول له تعرف طنطا؟ قال لي اعرف طنطا وجيت للسيد البدوي. ايوه. بص، طنطا زي ما ذكرنا في بدايه الحلقه، طنطا هي السيد البدوي. ولذا انا شفت تقرير وانا قاعد في الاستراحه، فكره او فيلم تسجيلي مدينه البدوي. ما ينفعش غير كده، بدون البدوي تموت طنطا. يعني لابد وان نكون صراحه. كم من ناس، يعني أنا صليت المغرب في المسجد ما قدرتش أطلع، يعني حاولت، ميلت على واحد من الشرطة قلت له ده أنا ورايا ميعاد طلعني، راح مطلعني، ما قدرتش أطلع. كم حضور غير عادي هذا العام، بقالي 30 سنة أتردد على هذا المكان، كم حضور غير عادي. وفعلا ما قيل في التقرير عن التجهيزات والإعداد مبهر. بس أنا عايز أسألك سؤال، يعني نعم. هو في علاقة ما بين السودان أو السودانيين وسيد أحمد بدوي ولا ديت؟ لا ده هي الطريقة انتشرت. ما الطرق الصوفية كان لها دور كبير في نشر الدين الإسلامي، لأن فعلا الشيخ أو نقباء وما بعده، يعني ايه، بيبقوا لو هو متملك منه الطريقة بيبقى شخصية مهذبة وشخصية محترمة وشخصية متدينة وشخصية متسامحة وشخصية عاطفة. يعني انت لو جيت لوصايا السيد البدوي لعبد العال خليفته، يعني احترم الأيتام، اقف بجانب اليتيم، ساعد المحتاجين، كلها مثل وقيم رفيعة. والمريد الحقيقي هو الذي يتمسك به. دي لما يكون مريد حقيقي مصري راح وذهب إلى السودان ولقوا ان راجل صالح وراجل بيصلي ويؤدي الفرائض ويساعد دي كان لها دور كبير في نشر الدين الإسلامي. فرق كتيرة يعني نشر الدين الإسلامي في روسيا في أماكن بعيدة جدا، الطريقة النخشبانية وطرق كتيرة جدا ساعدت في نشر الدين الإسلامي. ليه؟ لأن بيقدم النموذج الحقيقي للرجل المسلم. طب عشان بس الوقت يعني نعم. خلاص تقريبا انتهى، وانا عايز اوصل بقى للتخصص بتاعك انت. نعم. يعني ايه، ما يمكن ما كلمناش في التخصص كتير، ولكن بقى الادب الشعبي او الحكايات الشعبية. لو جينا سيد احمد بدوي يعني نالوا قد ايه من هذه الحكايات وهذا الادب الشعبي؟ السيد أحمد البدوي له حكايات شعبية متميزة. يقوم الفنان الشعبي يعني السريح. أنا شفت نموذج انبهرت بيه النهاردة. راجل سنه حوالي 80 سنة يمسك الطارة بتاعته ويتحرك أمام المقاهي وما إلى ذلك، يردد بعض أبيات بسيطة من حكايات السيد البدوي والناس تعطيه. دي بيسموه يعني إيه، يعني مداح سريح، يعني بيسرح أمام البيوت أو أمام المقاهي لكي يأخذ العطايا. في مداح سوامري، يعني يدق له سامر ويقف بطارته أو مراته كانت تمسك الطارة ويردد حكايات السيد البدوي. شفتها يعني من فترات طويلة. حكايات السيد البدوي 3 حكايات: حكاية السيد البدوي وتطوره وما إلى ذلك، حكايتي مع بنت بري، وحكايتي مع خضر الشريف. دول الثلاث حكايات الرئيسية. 3 حكايات الرئيسية بتاع السيد البدوي.
حكايته مع خضرة الشريفة أنا استلهمتها في عمل فني مسرحية نزلتها وزارة الثقافة اسمها عودة خضرة الشريفة. هناك 2 خضرة في التراث الشعبي، خضرة أم أبو زيد وسموها شريفة لأن رجع إليها شرفها حينما يعني ثبت، يعني طالب أبو زيد الهلالي من أبيه لما تعرف أبو زيد وما إلى ذلك من أبيه أن يعني يقدرها ويجلها وتعود إلى ديارها معززة مكرمة، فأطلقوا عليها خضرة الشريفة. خضرة الثانية بنت اللي هي مع حكايات البدوي، كانت بنت رجل سارق وخطفها أمير صليبي اسمه سمعان بحيلة ماكرة، فاستنجد أبيها بالسيد البدوي فخرج بدراويشه وخرج بالأقطاب وأتى بهذه البنت عفيفة شريفة طاهرة، ولذا قيل الله الله يا بدوي جاب اليسر بيفق الأسير. حكاية بنت بري، هذه المرأة كانت تسكن شمال العراق وكانت صاحبة حال وجمال. هي بتبقى يعني الحكايات دي يعني حكايات حقيقية ولا بتبقى يعني حكايات من وحي؟ ممكن يكون لها نواة حقيقية وممكن ما تكونش حقيقية بس لها غرض تعليمي. اصل اغلبها بتبقى حكايات خاصة بانبياء مثلا. لا ما انا هقول لحضرتك او مشابهة لحكايات. ما هو الفنان لما بيقولها له غرض يريد ان يوصله، تزويق، هو بيحاول ان يزيد الاعتقاد في هذا الولي، هو يعني حقق هدفه. قصة سيدنا يوسف مثلا، القصة ديت ده اخطر من كده. ده اخطر من كده، حاجة بسيطة خالص اخطر من كده. لو جيت في حكاية السيد البدوي ومولده بيشبهه بالمسيح عليه السلام. واعرف ان مثلا سيدنا ابراهيم الدسوقي مثلا حاجة خاصة مثلا سيدنا موسى يعني ليلة ميلاد البدوي نزل بتاع واللسان فهيم، يعني نزل يعني كامل ولسانه بيتكلم، يعني هي الفكرة. بس هنا الشاهد عندي الغرض التعليمي من وراء هذه الحكاية. يعني حكايته مع البدوي كان هدفها، حكايته مع بنت بري هدفها يثبت مدى فحولة هذا الرجل ومدى شجاعته ومدى ما يملكه من قدرات وحالة وجبروت كبير. لا هو موضوع بقى السيد البدوي والادب بقى الشعبي ده محتاج حلقات وحلقات استاذ عبد الله، لكن للاسف يعني كما ينتهي اي شيء انتهى وقت الحلقه. انا طبعا بتوجه ليك بالشكر الاستاذ عبد الله مهدي الباحث في الادب الشعبي وسكرتير. كل سنه وحضرتك طيب وشرفتنا وانستنا وطنطا كلها طيبه. امين يا رب. الله يخليك. امين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بنشكر حضراتكم وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله في الأسبوع المقبل وحدوتة مصرية جديدة. شكرا وإلى اللقاء. يا أبو الفوارس والكرامات